بتبتدي قصة فيلمنا بأم اسمها روز بتدور على بنتها شارون لغاية ما بتشوفها واقفة فوق قمة جبل، والأم بتصرخ وبتلحقها قبل ما تنتحر، والبنت بتقول سايلنت هيل. والأب كريس بيطبطب على شارون، وروز بتقوله قالتها تاني على كلمة طبعا سايلنت هيل. وبعدها روز بتقول لشارون انت بتمشي وانت نايمة وبتتكلمي على مكان اسمه سايلنت هيل، والبنت بتكون مش فاكرة، وامها بتقول لها هنروح هناك عشان تفتكري. وكريس بيتضايق لما بيعرف ان روز وشارون رايحين سايلنت هيل، وبيدور على النت على كلمة سايلنت هيل، وبيعرف انها مدينة اشباح وفيها حرايق لغاية النهاردة. وفعلا بتكون روز وبنتها في الطريق، وفي الاستراحة بتسألها ايه الرسومات ديت، وبتكون رسومات فيها بنت وحواليها اشباح. وكريس بيقول لروز هنودي شارون مستشفى افضل، وهي بتقوله مسؤولين التبني قالوا ان شارون من ويست فرجينيا وسايلنت هيل هناك. وتقوله مش هعمل كده، احنا هنروح برضو. وبتكمل الطريق وبتتفاجئ ان في موتوسيكل شرطة وراها، وبتقف على يافطة سايلنت هيل. ولما بينزل الشرطي بتجري بسرعة بالعربية، وبتكون المدينة مغلقة ببوابة، فبتكسر البوابة بالعربية وبتكمل طريقها والموتوسيكل وراها برضو. وفجأة بتظهر قدامها ست عجوزة لابسة اسود، فبتحاول تفاديها فبتتخبط في الدركسيون. ولما بتفوق بتلاقي الدنيا كلها ضباب وما بتلاقيش شارون جنبها، فبتنزل من العربية وبتجري وبتدور على شارون، وبيكون في يافطة ويلكم تو سايلنت هيل. وبتدور على شارون وبتبكي وبتنده عليها لغاية ما بتشوفها من على بعد، فبتجري وراها وبتلاقي سلم لتحت فبتنزل. والليل بيدخل فبتنور بالولاعة وبيكون المكان مخيف، وبتشوف شارون تاني وبتجري عشان تلحقها، لكن بيكون في سور من السلك، وبيكون في مرأة ملفوفة بشاش، وبتتخض وبتصرخ وبتلاقي وراها شبح أقرع من الرماد، وبتصرخ من الرعب وبتدور على أي مخرج. وبيكون أعداد الأشباح كتر وكلهم بيطاردوها لغاية ما بيمسكوها من رجليها وبيشدوها، وفجأة بيتلاشى كل الأشباح وهي بيغمى عليها. ولما بتفوق بيكون النهار طلع والدنيا كلها ضباب، وبتخرج من المكان اللي هي فيه وبتجري عشان تدور على شارون. وبتروح على بوابة سايلنت هيل وبتلاقي مفيش طريق أصلا ولا جسر، وإنها على مرتفع عالي كانت هتقع منه. والسيدة العجوزة اللي كانت هتخبطها بتقول لها مخلوقات الليل هي اللي بتفتح وبتقفل البوابة بتاعة سايلنت هيل، وبتسألها ايه اللي بيجرى، انا بدور على بنتي وخايفة تكون اتأذت. والسيدة العجوزة بتقول لها كلنا فقدنا بناتنا، وتقول لها اذوا بنتي إليسا. وروز بتوريها صورة شارون على السلسلة بتاعتها، فالسيدة بتقول لها ديت بنتي انا. فروز اتضايقت وسابتها وبتروح لعربيتها، وبتشوف رسمة فيها المدرسة لشارون، وبتبعت رسالة صوتية لجوزها وبتقول له هتروح المدرسة ولازم تيجي تساعدني. وبتيجي الشرطية وبتنزلها وبتحط الكلبشات في ايديها وتسألها فين البنت، فبتقول لها انها مريضة وبتمشي وهي نايمة. والشرطية بيكون اسمها بنت، وبتحاول تكلم المركز لكن مفيش اشارة. وروز بتقول لها انت بتنزفي، فبتقول لها ايوه انا سقطت من الموتوسيكل على راسي. وبيسمع كريس الرسالة الصوتية وبيروح عند البوابة، وبتكون فعلا البوابة متحطمة والشرطة واقفة، وبيكون الطريق سليم مفيهوش حاجة. وبيقول للشرطي انا بدور على مراتي وبنتي عشان عدوا من هنا. وبيقول للمحقق انا بدور على مراتي وبنتي بالتبني. والمحقق بيرد انهم لاقوا عربية جيب بالمواصفات اللي قلتها بس فاضية في نهاية الجسر. وبيقول له في شرطية كمان مفقودة، والشرطية بتكون ماسكة روز وبتروح للجسر بتلاقيه متحطم ومش موجود اي طريق، وبتستغرب. وفجأة بيظهر كائن غريب من غير دراعين وبيقرب عليهم، فبنت بتضربه بالرصاص وبيطلع منه رماد. لما جه على الخوذة بتاعتها ساحت، فبتضربه كذا طلقة وبتخلص عليه، والجاكيت كمان بيسيح. وروز بتهرب وبتخلي الكلبشات من قدامها وبتبص في خرايط الشارع لغاية ما بتوصل المدرسة. وبتدخل المدرسة وبتكون متهالكة، وبتلاقي كشاف في أحد المكاتب، وفي نفس الوقت بيكون كريس مع المحقق في سايلنت هيل، وبتكون الدنيا نهار ومفيش ضباب خالص. والمحقق بيقول
ان ما زالت حرايق الفحم مشتعلة تحت الارض، وروز بتشوف شارون وبتجري وراها لغاية ما بتدخل غرفة، وراجل مقنع بيشوفها فبتقفل الباب، وناس مقنعة تانية بيحاولوا يفتحوا الباب، والدنيا بتليل تاني وروز بتنور الكشاف وبتلاقي راجل مخيف بيزحف على الارض، فبتجري منه وبتلاقي حشرات سودة كتيرة جدا بتهجم على الناس المقنعة، وبتلاقي حاجز من السلك وبتصرخ. وفي نفس الوقت بيكون كريس والمحقق في المدرسة، بس بتكون الدنيا نهار ومفيش ضباب فيها وما بيكونش شايفها ولا سامعها، وروز بتكون خايفة. وبيجي راجل ضخم وعلى راسه مثلث ومعاه الحشرات السوداء، فبتجري روز في مسار تاني، وكريس بينده على روز لكن بدون فايدة، وبيقول للمحقق حسيت بوجودها وبعطرها، والحشرات كانت هتمسك في روز، لكن في آخر لحظة الشرطية بنت بتنقذها وبتشدها في غرفة تانية، وهما الاتنين بيقفلوا الباب بسيخ حديد، وبنت بتفتح الكلبش الروز، والراجل الضخم بيدخل سيف ضخم في الباب الحديد، وهما بيصرخوا، والراجل الضخم بيوسع الفتحة في الباب بسيفه وبيدخل منه الحشرات، وبيدخل ايده وبيمسك السيخ الحديد، لكن بنت بتضربه بالرصاص في ايده فبيخرج ايده، وفجأة الحشرات بتتلاشى والنهار بيطلع، وبنت بتكون مستغربة من اللي حصل، وبيسأل كريس على اي سجلات لسايلنت هيل، لكن اللي بيكلمها بتعتذر ان تساعده وتقوله ديت سجلات سرية. وروز وبنت وهم في الشارع بيسمعوا واحدة بتشتم حد، فبيدخلوا وبيلاقوا سيدة بترمي حجارة على السيدة العجوزة، والسيدة العجوزة بتقول لها خطاياك هي اللي هتحبسك هنا، وبيكون اسمها آنا. وروز بتقول انها قابلت السيدة العجوزة ديت قبل كده وبيكون اسمها داليا، وآنا بتقول الظلام مش عايزها وفقدت بنتها، وبتكمل المخطئين بيستحقوا يفقدوا نسلهم، وتقول لهم انا هنا عشان بجيب لأمي اكل، وكريستابيلا بتخلينا آمنين وبنلجأ دايما للكنيسة. وروز بتلاقي علامة في الأرض، وأنا بتقول لها كل المباني عليها نفس الرمز، وده رمز وحدتنا وإيماننا. وبنت بتفتح لوحة المفاتيح وبتلاقي رسمة لشارون، وروز بتسألها خدتيها من أي غرفة، فبتقول لها غرفة 111. وكريس بيتسلل لمكان السجلات وبيدور في سايلنت هيل، وبيلاقي صورة بنته بس من زمان، وبيتصل بدار الأيتام اللي استلموا منها شارون، وبيقول لها مكان الحادثة جراند أوتيل غرفة 111. وروز بتلاقي صورة كبيرة فيها صورة واحدة محروقة، وبتكون قريبة من رسمة شارون الأخيرة، وبتقطع الصورة وبيكون وراها باب غرفة 111، وبيدخلوا التلاتة، وروز بتشوف شارون وبتجري وراها وبتلاقيها قاعدة ومدياها ظهرها، وروز بتقول لها انت شبه شارون، انت اختها التوأم، هو انت إليسا؟ والبنت بتقول لها بص عليا، ودراعاتها بتولع لوحدها نار، والبنت بتختفي. وروز بتقول لبنت انها شافت بنت داليا، وبتقول لها داليا هي سبب حادث عربيتي. وفجأة بتجري آنا وتقول لهم يلا بسرعة على الكنيسة الدنيا هتضلم، وفعلا حتى الطيور بتهاجر، وبيجروا بسرعة لغاية ما بيوصلوا للكنيسة. وروز بتفتكر رسمة شارون، وبيظهر ناس كتيرة بتجري على الكنيسة، وداليا بتقول لروز لا تنضمي ليهم، دول كلهم مخادعين. وروز بتقول لها انا شفت بنتك، وتقول لها شبه شارون بنتي. والليل بيدخل وبيجري روز وبنت بسرعة، وبيتكون الراجل الضخم من الضلمة وبيمسك آنا من دماغها وبيخلص عليها. ولما بيدخلوا الكنيسة وما بيكونش مرغوب في وجودهم من الناس، وبانت بتضرب رصاصة فبيبعدوا، وبتيجي الزعيمة بتاعتهم كريستابيلا، وأم آنا بتبكي حزنا على بنتها وتقول لها الاتنين دول هم السبب، لكن كريستابيلا بتقول لها الغرباء دول مش هم السبب. وكريس بيروح دار الأيتام ويقول للمسؤولة كان في طفلة من 9 سنين وانا ومراتي اتبنيناها، وبيفتح الصورة بتاعة السجلات ويقول لها تشبه بنت كتير، والمسؤولة تقول له ما اقدرش اساعدك، وكريس يقول لها هي المفروض عندها 40 سنة دلوقتي، وبيمسك المسؤولة بقوة، لكن بيجي المحقق وبيعتذر للمسؤول عن دار الأيتام ويسأله اللي في الصورة ديت هي أم بنتي، ويقول له لف، وبيحط الكلبشات في ايد كريس. والمحقق بيعرفه ان اللي في الصورة ما نجيتش من الحريق الكبير في سايلنت هيل، واللي عملوه بالبنت كان امر فظيع وحصل دوت من 30 سنة، وبيوريله ايديه كلها حروق ويقول له ارجع لبيتك وسيبني اشوف شغلي.
وروز بتقول لكريستابيلا انها فقدت بنتها وارجوكي تساعديني عشان الاقي بنتي. وبتخرج كريستابيلا ومعاها رجال مقنعين وروز وبنت، وبيدخلوا احد المباني وتقول هنا موجود الشيطان وهندور على بنتك. ولما بتشوف صورة شارون على سلسلة، روز بتقول مشعوذة وطفلتها شبه إليسا، اقبضوا عليها. وبانت بتفتح أسانسير وبتدخل روز فيه وبتتغلب على كل الرجالة المقنعين وتقول لها دوري على بنتك. والأسانسير بيشتغل وبينزل لأسفل، وبانت بتكون رافعة المسدس لكن بيكون فاضي، فبيتهجموا عليها. وبتوصل روز وبتدور على الغرفة لكن بتلاقي مجموعة أشباح ممرضين، كل ما نجيب الضوء عليهم بيتحركوا ولما تبعد الضوء عنهم بيقفوا. وفعلا بتتسلل بينهم في الضلمة، لكن في الاخر بتلمس واحدة منهم فبتقوم بضرب الممرضة اللي جنبها. وروز بتعدي وكل الممرضين بيخلصوا على بعض، وبتلاقي غرفة في اخر الطرقة فبتجري عليها لغاية ما بتدخل، وبتلاقي ضوء جامد جدا وبتحط ايديها على عينيها من شدة الضوء، وبتسمع صوت ان مكافئتك عشان نجحتي توصلي لهنا هو ان انت تعرفي الحقيقة. أليسا كانت فتاة طيبة، والأطفال في المدرسة كانوا بيقولوا عليها المشعوذة واحرقوها عشان ما كانش ليها أب زيهم، وكانت وحيدة. حتى عامل النظافة اتهجم عليها وأمها معرفتش تساعدها. وكريستابيلا قالت لداليا أم إليسا إنك جبت لنا الفضيحة ولازم يكون في حكم لتطهير هذا الخطأ. وراحوا فندق جراند هوتيل وكانت البنت معاهم، وقالوا احنا هنحارب الخطيئة اللي هي إليسا وليس المخطئين. وخدوا البنت وحاشوا أمها عنها وحرقوا البنت. وحصل حاجة غريبة، إن الشبكة اللي فيها البنت وقعت ووقعت النيران على الأرض، وكل الملاعين هربوا، والتابعين لكريستابيلا كلهم بيكونوا هربوا. والشرطي اللي هو المحقق اللي مع كريس فك إليسا. والأم كانت منهارة والبنت كانت متألمة جدا. وأنا لما جيت وعدتها إني هنتقم ليها من المدينة بالكامل، ولما إيد إليسا لمست إيدي حرقت المدينة وما زلت بنتقم منهم. وروز شالت إيديها ولقت سرير عليها إليسا وممرضة غريبة بتمرضها، وشبيهة شارون هي اللي كانت بتتكلم وبتحكي. وروز سألتها مين اللي على السرير، فقالت لها ديت إليسا وأنا الجانب القاتم من إليسا. وبتسألها روز على بنتها فبتقول لها ديت مش بنتك، كل اللي اتبقى من إليسا في طيبتها هي ديت، وأنا اللي خرجتها بره الجحيم اللي هنا في دار الأيتام وانتوا استلمتوها بعد كده، وأنا قبضت أرواح. وروز بتسألها انت عايزة مني ايه بالظبط، فبتقول لها الانتقام. وروز بتقول ليه أنا بالذات، عشان اخترت شارون، وكريستابيلا هتلاقي شارون وهتعمل تطهير تاني منها زي إليسا. وقناعة الناس بتمنعني من دخول الكنيسة وتقول لها قولي الحقيقة لما تخش الكنيسة. والبنت بتحضن روز جامد لغاية ما بتدخل جواها. وأخيرا شارون بتظهر، بتكون مستخبية في أوضة والمقنعين بيكسروا الباب، وبتدخل داليا عشان تنقذها لكن بيمسكوها. وداليا بتقول أرجوكي سيبي بنتي، وتقول لها لا ديت تابعة لبنتك مش بنتك. وبنت بتكون متربطة وبتقول لشارون ما تخافيش ماما هتيجي دلوقتي. وكريستابيلا بتقول لازم نحرق المشعوذة ديت حالا، وبتولع النار وبيقربوا بنت للنار لغاية ما بتتحرق، وبيربطوا شارون. وبتطمن بنتها وتقول لكريستابيلا عرفي الناس الحقيقة اللي انت بتنكريها، وتقول للناس بتسيطر عليكم بالخوف. وفجأة كريستابيلا بتضربها بالسكينة وبتسقط روز على الأرض، فالجو بيليل وروز بتقوم تاني وبتكح وبتنزل حاجة سودة لغاية ما الأرضية بتتلاشى وجرحها بيختفي تماما، وبيطلع سرير إليسا واللي شايله أسلاك شائكة كتير. والناس بتخاف وبيحاولوا يهربوا، والأسلاك الشائكة بتتحرك وبتكتف كريستابيلا، وإليسا بتخلص على كل التابعين لكريستابيلا بالأسلاك الشائكة. وشبح إليسا بيظهر وبتكون سعيدة جدا، وإليسا بتكون مبسوطة كمان عشان بتنتقم من كل اللي ظلموها. وداليا بتكون سعيدة هي كمان. وروز بتحضن شارون وتقول لها ديت غلطتي ان احنا جينا هنا. وبعد شوية بتفتح روز عينيها بيكون النهار طلع، وشارون بتفوق وبتاخد بنتها. وداليا بتسألها
هي ليه ما خدتنيش؟ وروز تقول لها عشان انت امها. وبتجري شارون على العربية وبتتحرك روز ناحية الجسر المكسور وبتعدي عادي من عليه. وكريس بيسمع رسالة من روز ان شارون معاها وهم جايين في السكة، وهو بيرد لكن هي ما بتسمعوش وبتكمل رسالتها وبتوصل البيت. بس بيكون في ضباب كثيف زي سايلنت هيل بالظبط، وبيكون كريس نايم على الكنبة والشمس طالعة، وبتقعد روز على الكنبة التانية وشارون بتسيبها وبتبص بصة خبيثة. وروز ما بتكونش شايفة كريس خالص، وكريس بيفوق وبيبص حواليه وما بيشوفش برضه روز، وبيلاقي الباب مفتوح فبيجري يبص عشان يشوف هما جم ولا لأ، وما بيلاقيش حتى العربية واقفة بره. وبكده يكون ملخصنا خلص. لو عجبكم الملخص برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.